يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد التعادل الإيجابي مع فريق يانغ أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق في الجولة الثانية في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في تنزانيا. وسيلتقي النادي الأهلي في المباراة القادمة مع فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل 8 ديسمبر في 6 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وقطر على استاد برج العرب، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت القطرية. وجاء ترتيب المجموعة الرابعة بعد انتهاء الجولة الثانية الأهلي في صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثاني ب3 نقاط بالتساوي مع فريق ميديام الغاني، ويحتل يانغ أفريكانز المركز الرابع بنقطة واحدة. وانتهت مباراة الجولة الثانية بين فريق ميديام الغاني وشباب بلوزداد بفوز فريق ميديام بهدفين مقابل هدف. وتم تأجيل مباراة النادي الأهلي وزد أف سي في الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري لخوض النادي الأهلي مباراة شباب بلوزداد القادمة. وسيبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بعد مباراة شباب بلوزداد القادمة، حيث ينتظر الأهلي مواجهة الفائز من مباراة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي يوم الجمعة 15 ديسمبر. ويسعى النادي الأهلي للفوز في المباراة القادمة لمواصلة تصدر جدول ترتيب المجموعة وحسم التأهل مبكرا لدور الثمانية بعيدا عن الحسابات المعقدة للتأهل، ولتكون دفعة معنوية للفريق قبل بداية مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.